السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب. يا جماعة، مش كل الانتقادات قد يعني تضر، في انتقادات تنفع. مثل الأخ جلال الصلاحي لما انتقد الجنبياء، الفيسبوك صار كله جنابي، الفيسبوك صار كله برع وهازيق ورقص، يعني أدخل السرور على قلوب الناس. يعني اللي يشوف الفيسبوك بالمواقع حق اليمنيين يحس إنه اليوم عيد ولا كله برع ورقص. ف بالنسبة للفيديوهات حق جلال الصلاحي، أنا شفت برضو حتى الفيديو الأول والفيديو الجواب. أولا أنا ما قلت هاجم جلال الصلاحي، هذا يعني للعلم. ثانيا أنا دائما أقول وأكرر، أنا أكره الإنسان اللي يدخل يسب. يا أخي لا تسب، يا أخي لا تسب. ما دام أنت تدخل على صفحة جلال الصلاحي، محمد عبد الله المسمري، صلاح العماري، الناس اللي عندهم متابعين، يا أخي قل رأيك باحترام، قل رأيك يوصل للجميع، لأنه تعليقك يشوفون كمية كبيرة من الناس. فلا تكن نكرة، وين ما دخلت تعلق يا إما يسبوك يا إما يمسحوا تعليقك. ليش؟ أنت إيش الفرق بينك وبين خلق الله؟ ليش ما تعلقش بأدب؟ تعليقك يكون بذوق يلفت الأنظار، حتى اللي يمر على التعليقات يقرأ تعليقك، يعمل لك لايك، يقول لك، يجاوب عليك ولا يقول لك أحسنت. فبالنسبة للأخ جلال، قال بأنه الوطن، جواب الفيديو أن الوطن هو أنا وأنت. طيب حاليا في الوقت الحاضر مثلا بظهرش جماعة من أصحاب صنعاء مثلا إنهم يتهجموا على التراث اللي في إب أو على المناطق الأثرية اللي في تعز. فما كان لش داعي مثلا انك انت تظهر تقول، تتكلم على الجنابي، تتكلم على الجنابي، الاثر، هذا تراث، هذا تراث وكلنا نفتخر فيه، كلنا نعتز فيه. فلا تجي تقول لي الجماعة الفلانية بنوا ابراج والجماعة الفلانية وصلوا المريخ. هذا قدر اليمن، هذا قدرنا احنا اليمنيين، ان لا نتطور ولا نبني ابراج ونظل هكذا على الفطرة لما تقوم الساعة. وإلا لما كان قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا كثرت الفتن فعليكم في اليمن. ما بنبني لا أبراج ولا بنطلع الفضاء، بنجلس هكذا احنا والجنابي، واحنا والطاسة نبتلع في العيد، واحنا والقات، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. فلما تجي تبرر إنه الوطن أنا وأنت وليس أنت لحالك، ما أحد أنكرك. ومش لازم ندخل كل شيء في السياسة، الجنبية ندخلها في السياسة، هو الطاسة في السياسة، هو المدري ايش في السياسة. لا، اوكي، الوطن انا وانت. اذا كنا احنا كرهنا نظام علي عبد الله صالح، فمش معناته ان احنا نكره اصحاب عمران واصحاب حجة واصحاب صنعاء واصحاب الزبيب واصحاب اللوز واصحاب العقيق واصحاب الخواتم واصحاب السلتة واصحاب، هذا الشيء غلط. الوطن قبل لا نقول وطن انا وانت، الوطن للجميع. وبلا شك بأنه في آثار وفي حاجات في صنعاء نفتخر فيها جميعا، كما أنه في عندنا مواقع أثرية وفي عندنا آثار وفي عندنا تاريخ. في تعز مثلا مما يفتخر فيها صاحب صنعاء، أيضا في حضرموت، في شبوة، في أبين، في آثار وفي يمتلكون من العادات والتقاليد ما نفتخر فيها جميعنا كيمنيين أمام الناس. فإنه مثلا ندخل الآثار والعادات والتقاليد في السياسة، وعشان كرهنا علي عبد الله صالح لازم نكره الكل. الشيء هذا غلط. كلنا أخوة، أبناء وطن واحد، والوطن للجميع. نحن نقف ضد المعتوه من يسفك الدم، وإلا فإحنا أخوة. إحنا أخوة كما لو أننا كنا في عام 2008 و2009 ما في شيء. هذه اللي حبيت ان انا اتكلم عنه، فكرة انا مؤمن فيها، ان الوطن للجميع وكلنا اخوة. صاحب صنعاء، صاحب دمار، صاحب تعز، صاحب عدن، صاحب، كلنا اخوة. وما فيش داعي ان احنا نجلس نغالط انفسنا، ندخل المدرة في السياسة، وندخل البراع في السياسة، وندخل الطاسة في السياسة، والسلتة في السياسة، الله يكون في العون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.